السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللي مربوط في الكريتة ده مش حمار، ده شبه الحمار بس هو بغل. امه بتكون حمارة اللي هي من فصيلة الحمير، عزكم الله، وابوه بيكون حصان. البغل لا يتكاثر، يعني مش اما يتزوج، لو بغل او البغل اللي هو زي الحصان ده مش بيتكاثر، لان لانه من فصيلتين. لكن الحصان يتكاثر والحمار يتكاثر، لكن البغل اللي هو بينتج عن تزاوج الحمار والحصان مش بيتكاثر. زي ما انتم شايفين طبعا ده البغل بتاعنا بيعوم في الميه زي ما انتم شايفين كده، بيحب السباحه. اخويا كل ما يشتغل بيه، يعني لما ربنا يرزقه يعني بشغل، بعد ما يشتغل بيه بيشيل على قصب، بيشيل على بنجر، بيشيل على سبخ. فبعد ما يجي شيها من شي الشغل يخش الجو. بيفضل زهدان وتعبان. يعني هو والبغل زي ما انتم شايفين كده، بياخد البغل برضه يخليه يسبح شويه في الميه حوالي نص ساعه كده، يفك عن نفسه ويروق شويه. بس اهم حاجه ما يكونش جاي عرجان. لو جاي تعبان وعرجان وزهدان البغل، ما تنزلهوش الميه غير بعد ما جسمه يهدى بعدها بنص ساعه. وكمان لما يبقى جاي البغل يعني لسه توك مشتغل عليها، ما تحطلوش ميه يشرب على طول. بعد ما يقعد حوالي ربع ساعه كده او يهدى جسمه من الشغل، تحط له يشرب، لان الميه بتنزل على رجليه لتحت، فبتربي له يعني يعني بتخلي حاجه تتعب رجليه. يعني هو ان كان حصان او حمار او اي حاجه بيجر وقت طويل وجاي من بره، ما تحطلوش الميه على طول اول ما يجي، علشان الميه ما تاثرش على رجليه. واللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اهم حاجه هو بيعوم في الميه يكون يعرف يعوم، مش بيعرف يعوم وتنزليه، لان الميه لو دخلت في ودانه بتاعه البحر دي او بتاعه الترعه بتخلي ودانه تتملي ميه، ممكن يموت على طول. وفي حاجه تاني، لما كان شيها مش بيقدر ياكل وحنكه شي مليان يخش حراره، اخويا الجو. كان بيجيب له العدس. العدس ده ايه؟ العدس اللي هو الاصفر اللي بنجيبه احنا يعني بنطبخه، كان بيجيبوه له ويعلفوا بيه بدل الذره والشام، لان الشام والذره لما كان حنكه فيه حراره ما كانش بيقدر ياكله، فكان بيجيبوه له ياكله من غير تبن خالص، يعني كانوا بيجيبوه. وكان جايب له ليفه وصابونه بيحميه بيها. والله العظيم اخويا يا داعي ربنا يبارك فيه ويديه صحته، بيحب يستهان بالحيوانات جدا. واهم حاجه بيجيب له العده برضه على مقاسه بالظبط، لان العده لو كبير عليها شويه وهو بيجر تقيل ممكن تجرح، ولو ضايق عليها برضه تجرح رقبته. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.